انت ايه اكتر حاجه اثرت عليكي او حسيتي بتاثيرها بعد ما ابتديتي تطبقي الفونك شوي على نفسك في بيتك؟ اول حاجه كان عندي بيت صغير، تمام، زي اي بيت عادي خالص صغير. والبيت ده طبعا قلت لا، وانا بدرس خليني اعمله زي ما هم بيقولوا. فابتديت البوصله، اجيب البوصله وتعلمت ازاي اقيس القياسات الصحيحه للشمال والجنوب والشرق. ابتديت ابص على انا عندي ايه في الشمال، عندي ايه في الجنوب، ايه المفروض احطه في الشمال الشرقي، ايه المفروض ما احطوش، وهكذا. بقيت انسق المكان مظبوط لدرجه انها وصلت معايا ان انا هديت حيطه بصراحه يعني فعلا علشان امشي على الفونغ شوي مظبوط، لان انا بدرس الموضوع ده. فلقيت فعلا في تغييرات كتير واحساس بالراحه في المكان اكتر من الاول. بعد كده قلت الله، طب ما ده حاجه حلوه قوي. بعد كده ربنا بقى بيسبب الاسباب، ان هو طالما البيت بقى فيه عتبته حلوه زي ما احنا بنقول. أيوه. وابتديت اظبط فيه، فبقيت الاقي اخبار جديده. الاقي نفسي اخش في مشاريع ما كنتش متوقعه ان انا ممكن اخش فيها فعلا. ابتديت ان انا يجيلي شغل بطريقه معينه، ابتديت اسيب شغل واروح لشغل تاني وانجح اكتر وفي طاقه اكتر. فالبيت ده قعدت فيه تقريبا حوالي، بعد ما عملته كان 2.5 3. بعت وجبت بيت اكبر بكتير برضو، عملته على الفونغ شوي. فقلت واو، ايه ده، ايه الجمال ده.